السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول ايش حكم بكرة القدم للأخوة صفرة المباراة؟ أنا بعرف إذا كان تبغوننا نفشق بيض نفشق بيض، إذا كان تبغوننا نفشق بيض نفشقوه. كيف؟ مباراة الاتحاد شيعوا ذنها. طيب والأهلي كيف؟ والأهلي حقه اللي في الخليج جول ولا مش جول؟ جول يحتسب للأهلي جول ويحتسب للأهلي 3 نقاط. يعني الأهلي المفروض 42 نقطة الأهلي الأول. إذا كان اعتادت مباراة القادسية والاتحاد حق الأهلي الهدف اللي في الخليج هدف و60 هدف. هدف و60 هدف. 3 نقاط احترم منها فريق النادي الأهلي. هذا من يكون مسؤول عن هذا الكلام؟ مش عمر المهنا، هذا التحكيم والمرداسي المحلي يكون مسؤول عن هذه الظلم. طيب القادسية انظلمن والله انظلمن كرتين حمر للقادسية. كيف يبغون حقهم حق وحق الناس باطل؟ حقهم حق وحق الناس باطل. أحمد عيد كلامه 100 قال إن المباراة ما تنعاد. إذا عادت المباراة بين القادسية والاتحاد الجول حق النادي الأهلي جول في الخليج جول ويحسب جول والنقاط مازي. سنعترض على هذا الكلام الواقع. الحكم هو المسؤول عن مباراة القادسية والاتحاد، هو المسؤول. والإنسان بشر ويحاسب، والإنسان يغلط وما حد معصوم من الغلط. صح. الإنسان من النسيان. خلاص المباراة عدت 90 دقيقة والمباراة 90 دقيقة ولن يحققوا أي شيء. فريق الاتحاد تبغون يفوزون بالقوة؟ بالقوة ما حد يفوز. خلاص يا أخي أنت خسران نقطة واحدة برضو الحمد لله. قول أحمد الله واشكره. كيف تبغون المباراة تنعاد؟ على إيش؟ على أي سبب؟ قولوا نفس القاسية. قولوا أنا ما فازش القاسية عليكم. يا أخي يبغونه ياخذ الصدارة. قال لك الصدارة ما في. الصدارة يروحوا لها أكشن دوري. تبغون الصدارة يا اتحاديين؟ روحوا عند أكشن دوري وهو يعطيكم الصدارة. لأنهم مصممين على هذا الكلام أن المباراة تنعاد. والمباراة مش رايحة تنعاد ما دام ربنا موجود وأحمد عيد موجود. ما تنعاد المباراة. ماشي سيكون اعتراض من كل الأندية على هذا الكلام. نعم اعتراض من كل الأندية على هذا الكلام. المباراة عدت وراحت والآن خلاص ما يرجع ثاني. اللي يروح ما يرجع. اللي يروح ما يرجع. والسلام عليكم.